تعرف ان ابننا الصفقه الجميله بتاعتنا ارنولد مش هيلبس 66 الرقم اللي هو بيحبه في ريال مدريد؟ انا عارف انه خبر غريب بالنسبه لك، بس هي دي قوانين ولوائح الليجا، ان هي لازم عشان الفريق الاول لازم اللاعب بيلبس رقم من رقم 2 لرقم 25. لا ومش بس كده كمان، ده اللاعب اللي بيلعب في الفريق الاول في الليجا كلها ما ينفعش يلبس ولا رقم 1 ولا رقم 13 ولا رقم 25، لان دي الارقام المخصصه لحراس المرمى. وبغض النظر عن الكلام ده، مش ده الغريب في صفقه ارنولد خالص، لكن الاغرب كمان ان صفقه ارنولد المفروض كانت صفقه مجانيه، لكن ريال مدريد هو ايه سر ان هو متصربع قوي كده على الصفقه؟ اكيد يعني مش محتاج ان انا اقول لك عشان كاس العالم للانديه، ولكن كاس العالم للانديه لريال مدريد واداره ريال مدريد والبيريز بالتحديد مصرين ان هي تكون عشان اول نسخه للبطوله دي تكون لصالح ريال كده. هويسن وارنولد وتشابي الونسو ولسه باك شمال ولسه نص ملعب الله اعلم هيبقوا مين، كل ده في الصربعه منه عشان يبقوا موجودين قبل كاس العالم للانديه. يكفيني اقول لك ارنولد ان هو صفقه مجانيه اساسا، راح واتحط عليه 10 مليون عشان يكون موجود قبل كاس العالم للانديه. ليفربول اصلا قالوا لريال مدريد يا معلم لسه في شهرين في العقد بتاعه. ريال مدريد قال لك يا باشا الشهرين دول عندي، ومليون يورو مكافاه لكل لاعب في ريال مدريد لو ريال مدريد كسب البطوله. صفقات جديده، مدرب جديد، حماس جديد عشان نفوز بالبطوله في اول نسخه ليه. اعتقد ان احنا المفروض نشوف ملكي جميل في كاس العالم للانديه.